بالنسبة لي أنا يمكن أعتبرها مثل ما تقول هفوات. ممتاز. أحيانا وتستفيد منها بالأخير يعني. جميل. في أيضا مثل يقول لك إذا صادفت حجر في الطريق حاول تجمعه وتبنى منها. هذا صيني طبعا. سلم يعني. جميل. فبالعكس أحيانا العقبات هذه يتعلمك يعني. بالفعل ذلك أنت يعني سقطت 7 ونهضت 8 يعني أكيد علمتك. أكيد يعني. هكذا هو. في صعوبات معينة نواف تواجهكم في الساحة كشعراء أنتم يعني؟ الإعلام يمكن. الإعلام كلمة كبيرة ومتوسعة يعني عطنا إياها بشكل يعني شو اسمه. مدري هو شوف يعني دائما العتب على الإعلام بس أنا أعتب على الدعم المقدم للإعلام. ممتاز. هنا المشكلة يعني مشكلة ما في الإعلام بحد ذاته وما في الإعلاميين. يعني إحنا الحمد لله وطن معنا فيه كوادر مميزة في جميع المجالات. لكن محتاجة للدعم اللي ممكن يساندها في خدمة بقية بالفعل. نواف مسألة الشعر يعني لو كنت أنت مثلا صاحب مجلة أو صاحب خلينا نقول قناة أو أيا كان كيف راح تستغل الشعر بحيث أنك أنت تقدم للشعر خدمة والشعر يقدم لك مادة في المقابل يعني؟ هل عندك يعني احنا اوكي نعاتب الإعلام كشعراء بس نفس الشيء أنت يا أخي الإعلام لازم يرد منك يعني في النهاية ما يشتغل ببلاش. فهل الشعراء مقصرين مع الإعلام أم هي الفلسفة ما موجودة؟ ليش السبب وجهة نظرك يعني؟ شوف أنا أعتقد أنه أبواب الإعلام الحين انفتحت على مصراعيها. بالفعل. إذا ما قدرت أنك تظهر من الساحة الخليجية بإمكانك تتجه إلى من الساحة العمانية ممكن تتجه إلى الساحة الخليجية. بإمكانك أنت أيضا بذكائك الحين التكنولوجيا والتطور ويعني أشياء كثيرة تساعدك على أنت تبدع وتخترع إعلام بذاتك للآخرين. بالفعل. سواء في شعراء ظهروا أو انتشرت قصائدهم بقصائد صوتية. صحيح. فانتشر الشعراء يعني. أيضا أنا يعني أشتغل على نفسك. أنا أعتب على الشاعر يعني الإعلام صحيح نوعا ما يعني مش بالكم الهائل اللي يقدمه للشاعر لكن أيضا الإعلام محتاج إنه من الشاعر إنه يتحرك. الإعلام ما راح يجيك للبيت ويدق باب البيت على أساس أنت شاعر تعال نحن محتاجينك مستحيل. علي أريد أسمع نص إذا تكرمت. والله في نص جديد. زين حصري البرنامج إن شاء الله يكون. والله تشريف لنا طال عمرك. بسيط طبعا. خلوني أحلم فيه دامني أباه إذ كان ما تسمح ظروفه أوصله أبوصله في حلم ياخذني معاه لأبعد من اللي في يوم كنت أتخيله يلي غيابه موت وجوده حياة وجود غيره في حياتي مشكلة عاشق واتمناه وتنفس هواه حتى وهو في عيني يبان بهلوله براءته عفويته طيشه بقاه كل حاجة فيه التواجد مذهلة اللي يبتسم يرسم على كل الشفاه لوحة طريفة وابتسامات ودله لو صنفت مراتب الزين وحلاه وحطيت له في كل رتبة أمثلة آخر رتب زينة تشد الانتباه وشلون لا أخذتها من أوله ما أقول طاغي حسن لا بالله وغلاه إن قلت لك ما أجمله وأنا ما قلت أحبه إلا أقوله من حبه اللي ما قويت أتحمله علمني إن ولاء الإنسان في ولاه في كل شيء يحبه ويشتاق له وإن اختلافي معه في بعض الصفاه يستعين يسعى دائما أبادله شيئين مختلفين لكن في اتجاه يجمع فوارقهم شعور وبلبله يا الشعر لك مكان تنفيني وجاه عمرك طويل وقدر الله منزله صلي على زينه ومن بعد الصلاة ارفع لجلها القبعة ثم قبله خليني أتوسمه واتغانم لقاه واطرح على أذنيه بعض الأسئلة من أنت يا 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 هذنت لا هذنت لا وجادله واسرح به وكني أطارد الاشتباه ونعرفه واخبره بس أتجاهله وجادله واكسر حياه خوفي من الصمت وجداره يعزله لاني بحاجة كل حرف يفضه وإذني تهب تاكله يا ملح تفكيري ويا ماه وغذاه ويا حاضر ويا ماضيه ومستقبله قلبي سمع قمطير
وامرح في سماء، خلك سحابه للعروق الذابله، كل ما نشف ريجي سحابه، صب ماء ويفتح لك شفاه ويديك تناوله. يا سلام. الله عليك الله عليك. يا حظه يا اخي من هذا الشخص اللي يملك الصفات كلها. هذا عاد بنرجع لعالم الشعر كذا. يا ريال عذر الشعراء دائما كذا. في كاتب وشاعر امريكي اسمه رالف إيمرسون. هذا الشخص يقول الانجاز انك يعني انك تشكل الشخص اللي انت تريد وسط عالم يحاول ان يخليك الشخص اللي ما تريد. فانا من بناء من هذه المقوله يعني ابسال بس سؤال، هل الساحه الشعريه العمانيه يتذمرون كثير شعراء يقول لك ان الساحه تشكلنا حسب ما هي تبى ما حسب ما احنا نبى، فهل انتم ملاحظين هذا الشيء موجود اصلا؟ في شعراء كثير يتذمرون. نسمع نواف. والله شوف، اذا في تشكيل للشاعر العماني يعني جواب من شاعر عماني بهذه الإجابة، أتوقع أن المسابقات اللي شكلت هذا الشيء، رغم أن أنا حديث عن المسابقات يعني المهرجان الشعر العماني السابع، مش أزكي نفسي أو أبرئ نفسي منهم، ولكن بالفعل الشعراء العمانيين كثير من الشعراء العمانيين، ومن هنا أنا أتكلم، شكلوا أنفسهم بطريقة خاطئة في كتابة الشعر، على أساس أنه مثلا المهرجانات القائمة أو المسابقات تعتمد على ذائقة ولا تعتمد على نقد أكاديمي. فالشعر محتاج إلى النقد الأكاديمي، يعني إلى القصيدة الحقيقية، لأن الشعر شعور يتجرد من القلب بتقبل العقل. فهذا هو تعريف للشعر، مش الشعر طلاسم يوصل الجمهور على أساس توهم الآخرين والجمهور. وأكبر دليل على ذلك أن الشعراء تشكلوا بهذا النمط، حضورهم في الأمسيات مش بالشكل المطلوب، حتى الجمهور صار ينفر من الشاعر يعني. فهذا السبب، ما أدري وين الحلقة المفقودة، هل فقدان الشاعر شخصيته أو عدم مصداقيته في كتابة القصيدة، أم هي لجان التحكيم؟ فأعتقد أن المسألة نوعا ما شائكة. زين، بس أنا ملاحظ يا أخي أن هذا يا أخي ترى كلام كبير يعني علي، مسألة أن الساحة تجبرك. يا أخي أنت في النهاية عندك استقلالية، والساحة يا أخي فاتحة أبوابها في شتى المجالات، المجلات، المحرين يتقبلون كل الاتجاهات، ما شرط تكتب نفس الاتجاه يعني. هذا اللي لاحظته في الساحة. يمكن النقطة اللي تطرق لها نواف مسألة المسابقات.